السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، كل ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. مع بعض النهاردة هنعمل صينية كنافة بالقشطة وصينية بسبوسة، حاجة كده يعني ايه من الاخر. مقادير ان شاء الله مظبوطة كده، تجربيها وتنجح معاكي بأبسط الطرق. طالعة معانا متماسكة ومرملة وفي منتهى الجمال. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وندخل على بركة الله. نبتدي الفيديو. أول حاجة يكون معانا نص كيلو من الكنافة، طبعا جايبينها ومفرزينها، يعني كانت عندنا في الفريزر طلعناها بقى، بتبقى سهلة ان انت تفككيها. بنبتدي واحدة واحدة كده لحد ما هتفك معانا، هي بمنتهى السهولة هتلاقيها فكت معاكي. في الوقت ده طبعا انا مسيحة حوالي كوباية من السمنة. دي القشطة يا جماعة اللي هنحطها في الكنافة عشان بعملها تبرد بس شوية. حطينا حوالي، ودي الكنافة حطينا حوالي كوبايتين من الحليب، عليهم معلقتين من النشا ومعلقة كمان من الكريم جانتيه ومعلقة من السكر. قلبناهم مع بعض كده لحد ما هيوصلوا للقوام الكريمي. بعد كده لو في معلقتين قشطة او حاجة ممكن ننزل عليها بمعلقتين قشطة، وكده تبقى تكون جاهزة معانا. بنقعد نقلب فيها كده لحد ما توصل للقوام الكريمي. في الوقت ده الكنافة بتاعتنا فكت خالص. حطينا عليها معلقتين من السكر البودر وكمان حوالي كوباية من السمنة. اي سمنة متوفرة عندك اشتغلي بيها. اهو احنا شغالين فيها وكمان شغالين في الكنافة. هنبتدي بقى ايه، نقلب السمنة كده مع الكنافة. احنا محضرين صينية مقاس 26، النص كيلو بيبقى كويس جدا، عشان يعتبر هنحط طبقتين، الطبقة الاولى ونرجع نحط القشطة ونرجع نحط الطبقة التانية، عشان تبقى ايه الطبقات متساوية كده وتكفي معاكم. فهي صينية 26 تبقى 10 على 10. لو هتعمليها مثلا محشية مكسرات او سادة ممكن تحطيها في صينية مقاس 28. طبعا احنا دهنين ايه بحتة سمنة كويسة كده في قاع الصينية، والحروف بتاعتها كمان الجوانب بتاعتها بنبتدي نحط بالنظر كده. انت تحاولي تحطي نص الكمية وكمان تعملي للصينية حواف عشان لما نحط القشطة ما تخرجش منها. في الوقت ده يا جماعة قبل ما بنشتغل في اي حاجة فرننا ساخن على درجة حرارة 220. السلك في ايه في تاني رف، يعني بتسيبي اول رف كده والتاني على طول تروحي حاطة السلك فيه. وكنا في وكمان القشطة بتاعتنا خلصت، هنبتدي ننزل بيها بقى على طول. وبعد كده هننزل بنص الكنافة التاني. زي ما انتم شايفين انا رافعة الجوانب عشان ما فيش اي حاجة من القشطة تطلع بره وتلزق كده في الجوانب، ما يبقاش الشكل لطيف خالص. واحدة واحدة كده بنبتدي بقى نفرد نص الكنافة التاني على وش الصينية. ونساوي كده ايه بخفية خالص خالص عشان ايه القشطة ما تخرجش منها. كده يعتبر صينية الكنافة بتاعتنا خلصت، يا دوبك هتخش على الفرن بتاعنا على طول. كده تمام. في الوقت ده جبنا طبق بقى حطينا فيه كوباية من الحليب وكمان حوالي كوباية الا ربع من السكر، معلقة من عسل الجلوكوز، معلقة كبيرة كده. يبقى حطينا كوباية الا ربع من السكر وحطينا كوباية من الحليب، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، وهيكون معانا كمان كوباية الا ربع من السمنة. دي بقى طريقة عمل البسبوسة.
يا دوبك يا جماعة احنا بندوبها بس. هنحط بقى كوباية الا ربع من السمنة، طبعا اي سمنة متوفرة عندك اشتغلي بيها، هو كده كده يستحسن السمنة البلدي، بس في غلو الاسعار المتوفر عندك اشتغلي بيه. حتى لو هتحطي زيت مع سمنة مفيش اي مشاكل. حطينا بقى كوباية الا ربع من السمنة وقلبنا كله، والخليط يا جماعة يكون زي دمعة العين، لو كان ساخن البسبوسة بتاعتنا على طول تفشل. هنحط بقى نص كيلو من دقيق سمية البسبوسة. محضرين صينية مقاس 28 دهنينها طبعا بالسمنة كده تمام. طبعا يستحسن انك انتي ما تقعديش تعجني كتير في البسبوسة عشان ما تنشفش وتعضم منك. هننزل بقى بكل الخليط في قلب الصينية. ده القوام المظبوط بتاعه، بنديها كده يعني مثلا هبدتين كده على الرخامة او على في الارض، بحيث ان كل الصينية تفرد معانا. في الوقت ده اول ما ادخلها الفرن الشربات على طول نعلق عليه. معانا بقى كوباية ونص من السكر، عليهم كوبايتين ونص من المية، معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، ونسيبها تغلي. عايزة تحطي على الوش مكسرات او اي كريز او اي حاجة مفيش اي مشاكل. دخلناهم الفرن، طبعا الكنافة هي طلعت معانا زي الفل. انا بقى ببقى عاملة كده كده شربات الكنافة ومبرداه في التلاجة في قلب برطمانات. هو متوسط القوام زي ما انتوا شايفين. نبتدي بقى نسقي الكنافة بتاعتنا. هي بصوا كوبايتين من السكر عليهم كوباية ونص من المية، يغلوا طبعا حوالي 7 دقايق كده عصرة يعني كده حوالي معلقة صغيرة من عصير الليمون. هنسيبهم يغلوا كده حوالي 10 دقايق. بصي بتمسكي كده العسل بايدك بتلاقيه لزق معاكي شوية، طبعا خلاف خالص شربات البسبوسة. البسبوسة مفيش 5 دقايق وبنقفل عليها. معلش ده شربات البسبوسة جه من بدايته قبل اللي هو المقطع اللي جه في الاول. هو ده اهو، حاطين السكر والميه وعسل الجلوكوز، طلعت معانا برضو شرباتنا سخن والبسبوسه سخنه بيقابلوا بعض كده هايله. البسبوسه بتاعتنا اتشربت وكمان الكنافه زي الفل، طالعه معانا في منتهى الجمال. تقدري بقى يا جماعه تحطيهم في اطباق كده وتحطيهم، طبعا مش ضروري ابدا ان انت عامله الصينيتين فيخلصوا كلهم، لا طبعا، او تسيبيهم، لا تحطيهم في قلب اطباق كده وتسلفينها بالاسترتش. وقت ما الاطفال او الاولاد عندك يحبوا ان هم ياكلوا بتطلعي الطبق على قد الاكله، تشكليها بقى بسبوسه على كنافه، تطلع معاك كانك لسه عاملاها. بكده بقى خلصنا وصفاتنا. ما تنسوناش بقى باللايك. اسيبكم بقى على خير واشوفكم على الف الف خير، واقول لكم السلام عليكم، دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.